لو جيت خليت ان الشغل بتاعك موجود في الحته الهوايه بس، زي ما قلنا في الاول كده، يعني انت ماشي ورا شغفك، مغمض عينك وماشي ورا شغفك وخلاص ومستني ان هو يوصلك، تمام، هو ده مش مكان كويس ان انت تشتغل فيه، لان انت مش عارف تنتج. انا بحب الرسم بس مش عارف انتج، تمام. طيب لو انت حضرتك بقى بتشتغل في مجال عمل بس، وغالبا الناس اللي بتقعد كام سنه وبعدين تسيب الشغل بتبقى في المجال ده هي واخده الموضوع عمل بس، تمام. زي صاحبنا اللي شفناه في الفيديو كده، ان هو كان شغال في الحسابات، لكن هو بيحب الطبخ، فهو في الناحيه بتاعه الشغل بس، فمش هيبقى مبسوط برضه. طب وانا المفروض اشتغل فين؟ انا المفروض اشتغل في الحته اللي في النص دي، الحته اللي انا ابقى شايف ان انا عارف اعمل ميكس، او عارف اقرب ما بين الهوايه وما بين العمل. طب هعمل ده ازاي؟ تعالوا نشوف كده. هو بيقول لك يعني الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده دايما تقول لك ان اي هوايه انت تقدر تحولها لشغل، بس لو كانت هوايه مفيده. لا، انا عايز اضيف لك بقى ان اي هوايه حتى لو مش مفيده من وجهه نظرك انت تقدر تحولها لشغل. فعشان كده وانت بتدرس نفسك وبتكتب هواياتك، اكتب هواياتك ايا كانت الهوايه دي انت شايفها تافهه. طب خلونا ناخد امثله كده عشان يعني نفكر. الاكل، مين عنده هوايه الاكل؟ مين بيحب الاكل؟ ايوه، كلنا بنحب الاكل، تمام. طيب هو هوايه الاكل دي، هو انا ممكن اخليها شغل؟ اه ممكن اخليها شغل. طب ازاي؟ والله ممكن اطبخ، ممكن ابقى طباخ، ممكن ابقى شيف. طب انا ما بعرفش اطبخ، بسيطه. مين بيتفرج على برنامج الاكيل؟ اه لا، احنا بنحب الاكل قوي يعني. بنحب الاكل قوي يعني. تمام. طب هو الراجل ده بيعمل ايه؟ هو الراجل ده كرييتيف جدا لدرجه ان هو حول فكره الاكل، تمام، لشغل، وبيكسب منه كويس قوي. يعني انت لو تتفرج عليه وهو طالع في البرنامج، هو بيروح، عشان الناس اللي ما تعرفوش، هو بيروح يقعد في مطعم، ياكل ويتمزج وينبسط ويكتب ويقول الريفيو بتاعه. تمام، وتلاقيه مستمتع قوي، انت بتجوع من شكله اصلا، تمام. هو حول هوايه الاكل بتاعته لشغل، وشغل مربح، تمام. طيب الرسم اللي انا ما عرفتش بقى زمان احولها، ما حضرتك ممكن ترسم بورتريهات، حضرتك ممكن تبقى جرافيك ديزاينر، ممكن تبقى صاحب شركه دعايه واعلان زي ما عملت بعد كده اند سو اون، تمام. طيب لعب الكوره، في ناس بتبقى بتحب لعب الكوره قوي، تمام، بس مش كلنا طبعا عشان الفرص، مش كلنا بنقدر ان احنا نطلع بوتريكا يعني، تمام. طب درب كوره، الموضوع صعب، يعني ازاي هطلع مدرب كوره؟ طب انا عايز اقول لك بقى ان في ناس بتعمل الموضوع بمنتهى البساطه، في يوتيوبرز كتير قوي بتطلع ان هي تحلل الماتشات. ما دي اصلا الناس بتبقى بتحب الكوره بس مش قادره ان هي تلعب كوره، يعني ممكن تحول مهما كانت الشغلانه تافهه، انت ممكن تحولها لشغل مربح، تمام. طب مشاهده التلفزيون، كام واحد اتقال له الجمله من اهله قوم يا ابني من قدام التلفزيون هيبوظك؟ ده يمكن الجيل ده كمان بيتقالوا بقى الموبايل اكتر، يعني التلفزيون ده مات خلاص يعني، تمام. قوم يا ابني من قدام التلفزيون، قوم يا ابني من على الفيسبوك هيضيعك، تمام. طب هو ده احنا ممكن نشتغل بيها؟ ممكن تشتغل بيها. قال لك ان معظم او في احنا في عصرنا دلوقتي في شغلانه اسمها الكونتنت كرييشن، تمام، ان حضرتك بتكتب كونتنت، كتابه محتوى. فقال لك ان اشطر ناس بتكتب محتوى هي اكتر ناس بتتفرج، سواء بتتفرج على التلفزيون او بتعمل سكرولينج على الفيسبوك او بتتفرج على فيديوز، لان هي الفكره كلها ان انت بتدخل انبوت في مخك وتبتدي تعدل فيه وتظبطه وتطلع اوتبوت، تمام. فانت قادر ان انت تحول حتى مشاهده التلفزيون دي، قادر ان انت تحولها لشغلانه اللي هي كتابه محتوى. القرايه طبعا تقدر ان انت تحولها لكتابه، تقدر ان انت تكتب، بلاش ما بتعرفش تكتب. في حد هنا يعرف، في حد يعني من الناس المحترمه قوي اسمه مايكل راشد، برنامج الزتونه، بالظبط، تمام. ده حد جميل جدا، وهو صيدلي بالمناسبه برضه، وكان في شركه انترناشونال بتاعت ادويه، يعني مكانه كان حلو جدا، وقرر في يوم وليله ان هو هيسيب الشغل رغم ان مكانه حلو، تمام. بس هو قرر ان هو هيسيب الشغل، وهيعمل ايه؟ اصل هو بيحب القرايه، هو دوده قرايه. طب هعمل ايه؟ والله انا كل اسبوع هقرا كتاب والخصه في فيديو، بقى من اليوتيوبرز الاقوياء جدا، تمام. طب اخر حاجه بقى السفر، انا بحب اسافر كتير، انا لعبي وبحب اسافر كتير، ماليش ان انا اقعد اشتغل. تقدر تشتغل برضو كده. عارفين الصفحات بتاعت تريب ادفايزر اللي بنتابعها على الصفحات الفيسبوك، اللي هو انت عايز تخرج فتشوف التريب ادفايزر بيقول لك تروح فين؟ ما الناس دي كده. ده في ناس بتحب السفر فعملوا شركه سياحه داخليه، يعني ان هو يسافروا مرسى مطروح ومش عارف ايه، يعني هو خلاص هو بيحب السفر فعمل لنفسه شركه، تمام. فنقدر ان احنا نحول اي هوايه. فانت لما تيجي تكتب الهوايات بتاعتك ما تستصغرش هوايه، بس انت اقعد ضيع وقت ازاي احول الهوايه دي لشغل، ازاي احولها لانتاج.
طب ما عرفتش احولها، لا خلاص زي ما قلنا في الاول بقى، سيبها على جنب، خليها هوايه، ارسم بالليل بعد العصر كده مع نفسك واشتغل لحد ما تقدر ان انت تحول هوايتك لشغل.